السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في فيديو جديد من برنامج الفرود. مهمة صعبة لمنتخب مصر أمام منتخب كوت ديفوار في دور الثمانية في تصفيات كأس الأمم. والحقيقة يعني أنا بشوف إن المباراة دي هي أصعب مباراة يلعبها منتخب مصر في البطولة دي بالذات، لأن منتخب كوت ديفوار منتخب الحقيقة يعني متكامل، عنده أسماء تقيلة جدا ومحترفة في فرق أوروبية كبيرة، وكمان مؤثرين مع الفرق مع الفرق دي بشكل كبير قوي. ومع المنتخب عندهم مدير فني امرس فايه اتعين في البطوله اللي فاتت كمدير فني. طارق مخاري المدير الفني الاجنبي اللي خد 4-0 من غينيا الاستوائيه شالوه، جابوا امرس فايه كان مساعد، عينوه كمدرب طارئ، خلى القاره كلها في حاله طوارئ وخد البطوله. فكوت ديفوار جاي بطل النسخه الاخيره، دي اول حاجه. تاني حاجه زي ما قلت عنده مدرب الحقيقه يعني عنده فكر متطور ومتنوع، عنده اسلحه في الفريق والله العظيم، اسلحه فتاكه بجد، اسلحه فتاكه يعني تتمثل بقى في الاجنحه، لان خطوره الفريق ده دايما من على الاطراف. عنده الجناح الايمن النجم امادي ديالو، نجم مانشستر يونايتد ومؤثر بشكل كبير قوي، مفتاح لعب مهم جدا. الناحيه الثانيه اللاعب دوياميندي، اللاعب اللي عنده 19 سنه ولاعيب محترف وشكله جامد قوي، نجم لايبزيتش الالماني. مع بقى الباكات اللي بتزيد من الظهر، اللاعب كونان الباك الايسر، واللاعب دوي الباك الايمن. غير بقى نجوم نص الملعب، اللاعب فرانك سيي اللي كان نجم برشلونه واي سي ميلان سابقا وحاليا نجم الاهلي السعودي، وكمان ابراهيم سانجراه نجم نوتنجهام فورست، فوفانا نجم استاد رين الفرنسي. فالحقيقه يعني ربنا يستر بجد والله، ربنا يستر، وان شاء الله ربنا يسلم المباراه دي ونعدي من كوت ديفوار بالسلامه، انا اتمنى والله. وان شاء الله كابتن حسام حسن يثبت بقى التشكيله ويبدا بتشكيله محترمه المباراه دي، علشان احنا محتاجين لعيبه اولا رجاله عندها روح، ثانيا شويه تكتيك ولاعيبه ما تتمرقعش وما تتدلعش، تمام، وتنقل الكوره كده وتحرك نفسها، وباذن الله المباراه هتبقى زي الفل. طب التشكيل الامثل للمباراه دي من وجهه نظري، يعني حراس المرمى محمد الشناوي ده رقم واحد، خط الظهر زي ما هو حمدي فتحي ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، خط الوسط طبعا محمد هاني هيلعب كباك يمين، واحمد فتوح كباك شمال، مروان عطيه ده لعيب اساسي، ده عمود الفرقه، ده ما يتشالش. على اليمين احمد سيد زيزو، على الشمال امام عاشور. على اليمين احمد سيد زيزو، على الشمال امام عاشور. طب ليه احمد سيد زيزو وامام عاشور كل واحد في جبهه؟ علشان خاطر لما الباكات تفكر تزيد بتاعه كوت ديفوار يحاولوا يقفلوا المساحات عليهم ويقابلوهم من بدري، لما محمد صلاح وعمر مرموش يضموا للعمق، تمام، علشان يقفلوا عمق الملعب. دي اول حاجه. ثانيا برضو في حاله التحول بالكره من ناحيتنا احنا، لما الكره تبقى في رجلينا يبقى عندك لعيبه بتمسك كوره وتحط الكوره تحت رجليها في نص الملعب بشكل كويس قوي، يتخانقوا بقى مع كيسيه ومع سنجراه ومع فوفانا، يعني يتخانقوا معاهم بلغه الكوره ويقدروا يحطوا الكوره تحت رجليهم بشكل كويس قوي ويقدروا يستحوذوا عليهم. كلام جميل. محمد صلاح وعمر مرموش طبعا في الهجوم، علشان خاطر هنحتاجهم في السرعات لما نبقى مضغوطين، لان احنا غالبا اغلب الماتش الكوره هتبقى مع كوت ديفوار، احنا هنسيب لهم الكوره ونلعب بقى بسيناريو مباراه جنوب افريقيا لما انطرد مننا محمد هاني، سيبنا لهم الكوره، لعبنا كلنا تحت الكوره وبقينا نلعب على الهجمات المرتده محمد صلاح، تمام. فاحنا ده هيبقى الشكل بتاعنا في المباراه، يعني اصل احنا مش هينفع نمسك الكوره ونجاري كوت ديفوار ولا نفتح لهم مساحات. فان شاء الله بس باذن الله كده ربنا يكرمنا ونلعب بالتشكيل ده. زي ما قلت الثلاثي الدفاعي، حمدي فتحي رامي ربيعه، محمد هاني واحمد فتوح، علشان خاطر ياخدوا حريتهم شويه ويقابلوا من بدري، و رامي ربيعه يغطي ورا فتوح، وياسر ابراهيم يغطي ورا محمد هاني. زي ما قلت امام عاشور واحمد سيد زيزو لعيبه كوره يقدروا يلعبوا الكوره في نص الملعب ويمسكوا كوره ويحطوا كوره تحت رجلهم بشكل كويس قوي وينقلوا كوره ما بين الخطوط. احنا محتاجين ان مفيش لعيب يحط كرة تحت رجليه بشكل كبير، احنا عايزين ننقل كوره واحده واثنين ونتحرك، وشويه تكتيك وشويه روح من بتاعه ياسر ابراهيم على باقي اللعيبه، ان شاء الله الامور هتبقى زي الفل. وحاجه بقى مهمه، يا ريت نستحوذ، يا ريت نحط الكرة تحت رجلينا ونستحوذ ان شاء الله حتى لو استحواذ سلبي، يعني احنا ممكن نضغط في الاول نجيب هدف ونمسك الكرة نستحوذ استحواذ سلبي، مش مهم نعمل بقى اي حاجه، بس الكرة تبقى معانا، تقول للفريق ده انا هنا، انا موجود، انا منتخب مصر، انا منتخب مصر اللي انت طول تاريخك ما عرفتش تفوز عليه غير مره واحده بس. انت وساحل العاج اللي هو المنتخب كوت ديفوار، طول تاريخك انت ما كسبكش غير مره واحده، فانت بتلعب باسمك برضه وبتقلك، وعندك 7 نجوم على التيشيرت، واخد 7 بطولات، فانت ليك اسمك وليك مكانتك. فمهما كنت مش في حالتك لازم برضه
يعني تعمل كارت ارهاب كده ان انت لا انا موجود، انا هنا. فانت ان شاء الله كعبك عالي عليهم، وباذن الله المباراه دي تبقى بتاعتنا. ويا ريت لما نجيب جول ما نسيبلهمش الكوره ونتاخر، يا ريت، لان المنتخب ده رده فعله وحشه قوي قوي امام الجابون. منتخب الجابون في اول 20 دقيقه فاز على كوت ديفوار 2-0. 2-0. بس عمل ايه منتخب الجابون؟ غلط غلطه عمره، ساب لهم الكوره ولعب تحت الكوره وقال لك العب على المرتدات. ايه اللي حصل؟ نهايه المباراه 3-2 لكوت ديفوار. فالمنتخب ده عنده رده فعل جامده وسريعه. ده غير بقى ان هو منتخب يعني التحولات الهجوميه عنده بيعملها بشكل كويس قوي. ان هو يرجع برضو الضغط العكسي، ان هو يضغط ضغط عالي على خط دفاع المنتخب المنافس، او يعمل ضغط عكسي ويبدا يضغط من تحت وترحيل اللاعبين. فلا عندهم بصراحه بيعملوا حاجات جميله قوي، بيضغطوا بشكل كويس، ضغط عالي، بيدافعوا بشكل كويس، بيقربوا الخطوط من بعض، يعني بيحاولوا يفضوا مساحات لامادي ديالو واللاعب دياميندي، لانهم عارفين ان هم عندهم مهارات وسرعات، لما بيروحوا واحد على واحد بيرقصوا وبيروحوا للمرمى على طول. فيعني باذن الله كابتن حسام حسن والرجاله يكونوا جاهزين للمباراه دي، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونعدي. احنا ان شاء الله متفائلين خير، وخليك متفائل، يعني خليك متفائل، وخلي املك في ربنا كبير، وعندك ثقه في اللعيبه. فاحنا ان شاء الله باذن الله املنا في ربنا كبير، وعندنا ثقه في لعيبتنا، وباذن الله ربنا يكرمنا ونعدي المباراه دي. يعني نعدي المباراه دي وبعد كده نشوف هنعمل ايه في المباراه اللي جايه. وطبعا بتمنى لكم مشاهده ممتعه وربنا يوفقنا. سلام عليكم.